حيث تتلألأ النجوم على شاشات السينما والمسارح، عاشت ليلى ابنة الفنان الشهير أحمد وسارة ابنة الممثلة المتألقة نور. كبرتا وهما محاطتان بأضواء الشهرة، لكن حياتهما لم تكن خالية من التحديات. ليلى كانت تعيش تحت ظل والدها الفنان الذي كان يعتبر أسطورة. كان الجميع يتوقع منها أن تسير على خطئه، أن تحمل موهبته وتكمل مسيرته. كانت تحب الرسم، لكن خوفها من المقارنة كان يمنعها من إظهار لوحاتها لأحد. كانت تشعر بأن أي إنجاز ستقدمه سيقارن بما قدمه والدها، وأن أي فشل سينسب إلى اسمه. أما سارة فكانت تعاني من نظرة الناس الذين يرونها ابنة نور فقط. كانت فتاة موهوبة في كتابة القصص، لكن كان يواجهها دائما سؤال: هل ستمثلين مثل والدتك؟ كانت تشعر أن هويتها ضاعت بين هوية والدتها وشهرتها. كانت تريد أن تكون سارة وليس مجرد امتداد لوالدتها. التقتا ليلى وسارة في إحدى الحفلات الفنية. في البداية كانتا تتجنبان بعضهما البعض، لكنهما لاحظتا أنهما تشتركان في نفس الشعور. بدأت الصداقة بينهما عندما اكتشفتا أن كل واحدة منهما تعاني من نفس الضغط. قررتا أن تدعما بعضهما البعض في تحقيق أحلامهما الخاصة. شجعت ليلى سارة على كتابة روايتها الأولى، وقدمت سارة الدعم لليلى لتنظم أول معرض فني للوحاتها. لم تكن القصة عن المنافسة، بل عن التعاون. لم تكن عن البحث عن الشهرة، بل عن البحث عن الذات. وفي النهاية أثبتت كل منهما أن النجاح الحقيقي ليس في حمل اسم العائلة، بل في تحقيق الأحلام الشخصية. أصبحتا مثالا يحتذى به، وأظهرتا للعالم أن أبناء الفنانين ليسوا مجرد نسخ من آبائهم، بل هم أفراد مبدعون لهم بصماتهم الخاصة في هذا العالم.